هزيمة نادي الزمالك من نادي الزد 2-1، دي الخسارة التانية على التوالي بعد هزيمة نادي الزمالك في الجولة السابقة من نادي انبي. الزمالك حاليا في المركز السادس برصيد 8 نقاط. الزمالك النهارده ما لعبش بجنيه عشان احنا نيجي نتكلم في فنيات. سيناريو كل موسم كارثي بيتعاد تاني مع الزمالك هذا الموسم. الزمالك كل موسم بيبدأ الدوري بشكل حلو وفجأة بيقع، والهزيمة معاه بالجرة هزيمة. المدرب غير مقنع، وتحس اللي هو بيحط التشكيل وخلاص، وتحس اللي هو اساسا ما بيقراش الفرقه اللي قدامه او ما بيعرفش يقراها. الزمالك اتغلب الجوله ديت من نادي الزد 2-1، وقبليها من نادي انبي. ونادي الزد ده اول مره يصعد للدوري الممتاز، بس احنا طبعا عارفين ان نادي الزمالك بيحب يصيد الفرق الحديثه، احنا متعودين على كده. الزمالك بيمتلك لاعبين صف تاني، ممكن نقول اللي هم ينفعوا بدله، بس ما ينفعوش لعيبه اساسيه، ما ينفعوش قوام اساسي لفريق زي فريق نادي الزمالك. الزمالك في خط الدفاع ما عندوش غير الونش وحمزه المسلوسي وعبد الشافي ونيمار، وبعد كده كله ارمي بره النادي. والحمد لله نادي الزمالك ما عندوش خط وسط مدافع خالص. اللعيبه اللي عندنا صف تاني، ممكن تكون بديله بس ما تنفعش اللي هي تلعب في خط وسط نادي الزمالك. خط هجوم نادي الزمالك ما فيهوش الا زيزو وشيكابالا واوباما ومصطفى شلبي على فترات، وما عندوش حد تاني. الزمالك في خط الهجوم ما عندوش مهاجم قوي، ما عندوش مهاجم ينفع يكون مهاجم نادي الزمالك. الجزيري بيتألق على فترات، ممكن يكون بديل، بس ما ينفعش احنا جايبين لعيب محترف عشان نحطه بديل. الحل اللي المفروض اداره نادي الزمالك تعمله ان اللعيبه الاجانب اللي عندنا في الفرقه دي تمشي، يصفوا اللعيبه المصريين. والله العظيم لو صفينا اللعيبه عندنا هتبص نلاقي الفرقه عندنا فيها 7 لعيبه بس اللي هم يصلحوا، اللي هم يلعبوا في نادي الزمالك. طبعا ده من غير كلام، لازم المدرب يرحل والجهاز المعاون بتاعه المصري. جيب بقى مدرب كبير كده بقى، مش جايب لنا مدرب يجرب فينا ويلعب اللعيبه مش في مراكزها، ارحمونا ونعمل فريق من اول وجديد. ايه ده هنعمل فريق من اول وجديد على السبعه؟ نلحق، لا الموسم يضيع من اوله، احنا لسه في بدايته، هنضيع ايه تاني؟ في الجهاز المعاون لنادي الزمالك لازم نجيب محلل اداء، لازم، ولازم نعمل لجنه للتعاقدات. ورساله للكابتن احمد سليمان، انت كان لك دور كبير يا كابتن احمد في اللي انت تعمل لنا الفريق القوي اللي اتعمل في 2015. بنرمي همنا على ربنا ثم عليك انت اللي انت تعرف تعمل لنا فريق جديد يحافظ على كيان نادي الزمالك، يعرف قيمه نادي الزمالك. احور فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، الثلاثه اللعيبه دولت مفروض اللي امبارح اللعيبه كلها نايمه في فندق الاقامه. الجهاز الفني امبارح بيعدي على الفندق بيطمن على اللعيبه، فوجئ اللي احمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي مش موجودين في الاوضه بتاعتهم. طب اللعيبه راحت فين؟ اللعيبه راحت فين؟ فجاه اللعيبه الساعه 4 الفجر داخلين الفندق، مش شاغلهم حد، مش حاسين بقيمه نادي الزمالك، مش حاسين بقيمه اللي عندهم مباراه بكره مهمه، مباراه بكره مهمه ولسه مغلوبين المباراه السابقه، مش شاغلين دماغهم. فتوح بيقول لك يابا انا كده كده هيجددوا معايا وبالارقام اللي انا عايزها، عايز 50 مليون مقدم ماشي، عايز ده انا صفقه انتخابيه، ده الناس بيقولوا اللي احنا خلصناه من قبل ما يقعدوا معايا. محمد صبحي خلاص بقى، انا كده كده بقى بيعتمدوا على عواد، وانا كده كده ايه، انا مركون اريح دماغي، مش عارف ايه اللي غواكه زناري معاه. بس انا بقول لكم فتوح بيلعب بديله، وبقول لكم كمان صبحي بيلعب بديله. اللعبه دي بتزهق في النادي عشان عايزين يخلعوا، واللي عايز يخلع يخلع، الباب مفتوح يفوت 1000 لعيب ولعيب. يا ابني هنبقى على ايه تاني؟ ما بنبقيش والله على لعيب ولا هندعم لعيب بعد كده، احنا دعمنا كله للكيان. لازم مجلس اداره نادي الزمالك تلم الفرقه. خلاص الاجتماع اللي جاي ده هيتم مناقشه فيه كل حاجه، الجهاز الفني والمدرب واللعيبه. قدامكم اهوت شهرين، ظبطوا حالكم، اعملوا تعاقداتكم، حاولوا تلموا الفرقه. اللاعب اللي يغلط يتحاسب، اللاعب اللي مش عايز يقعد في النادي يمشي، مع السلامه. ما بتقفش على حد يا حبيبي، كانت وقفت على اللي قبليك واللي قبليك، وربنا يستر على اللي جاي.